بيبتدي الفيلم بطفل صغير اسمه بوسوكو بيلاقي ابوه داخل عليه وكان متضايق وقال له ايه يا حبيبي اللي انت بتعمله ده؟ انت مش واخد بالك ان احنا شوية مجرمين؟ يلا اخرج يا حبيبي، امسك لك سلاح العب بيه مع اصحابك، عور لك كام عيل كده. رد بوسكو على ابوه وقال له انه بيحب الحيوانات وبيحب العاب الالغاز. قال له يعني انت هنا عمال تلعب تجمع في صور حيوانات وسايب الحيوانات الحقيقية بره؟ احنا بنتعامل بره يا ابني مع مجموعة من الزنوج وكأنهم حمير وحشية، وكل شوية بتغير الخطوط اللي على جسمها، ولو اديت لهم ظهرك هيرفسوك وهيبلغوا عنك خنازير البوليس، واحنا الاسود هنا بندير كل الاعمال المشبوهة علشان ناخد عليها فلوس. فهمت كلامي يا حبيب بابا؟ والله كسر لك العابك دي. وبنشوف بوسكو خايف ولكنه بيقعد غصب عنه. بعد كده وهو قاعد بيسمع صوت عربية بوليس والباب بيخبط عليهم، فبياخد ابوه الشنطة بتاعته وبيحط فيها المخدرات وبيقول له اخرج انت بقى بسرعة من الباب الخلفي ومعاك الشنطة. بعد كده بنشوف الولد وهو كان بيهرب وبيحكي لنا بلسانه ويقول لنا من اللحظة دي وانا بقيت بعمل كل اللي اقدر عليه علشان اقدر ادفع فواتير الكهرباء واوفر الطعام لامي، وبعد ما كبرت كنت لسه بهرب، والفرق ما بين زمان ودلوقتي اني بقيت بهرب اسرع، وكان دايما البوليس بيقبض عليا وبيسيبني، وده بس علشان يقبض عليا تاني، وعشان كده زهقت من كوني فرد من افراد العصابة وقررت ان ابعد. بعد كده المشهد بيروح عليه وهو في السجن وكان بيقول مقولة ان اتنين بينفذوا الخطة، واحد بينتهي بالامر وهو معاه $1,000,000 وعلى وشه ابتسامة، والتاني بيتحكم عليه ب35 سنة علشان كان معاه بعض المخدرات. وبعد كده نشوف بوسكو وهو بيدخل الزنزانة وبيكون متضايق جدا وبيشوف كاميرا متركبة فبيفضل يزعق وبيكسرها، ويجي المأمور اللي كان بيراقبه وبيكون مستغرب باللي عمله، ويسمع حد كان مسجون في الزنزانة اللي جنبه كان بيكلمه، وقال له كمان على معلومة ان الجدران اللي هنا رقيقة جدا وتقدر انك تكلمني واكلمك بسهولة. بعدها بيجي حارس ويأمره بالتراجع، فعلا بيرجع وبيفتحوا الزنزانة وامر بالركوع علشان يفك الكلبشات بتاعته، فما كانش موافق في الاول، ولكن الضابط بيقول له مش هنقدر نفك الكلبشات غير لما تركع، ونعرف ان ده اللي ماسك السجن وكان بيلومه علشان كسر الكاميرا وبيحاول يأثر عليه بالكلام علشان يطيعه ويسمع كلامه، وبيأمره انه ينظف المكان اللي هو فيه، وقال له ان هو بيعمل كده علشان يحافظ على امن المساجين ويحتويهم، وبيقول له لو سمحت لي ان اسيطر على الوضع هنكون جميعا عايشين كويس ومحدش هيتأذى، ولكن بناء على ماضيك وبما انك كسرت الكاميرا مش عايزك تجيلك اي افكار توحيلك بالهرب زي ما انت عملت في السجون اللي قبل كده، لان السجن ده غير اي سجن تاني ومش هتقدر تهرب منه. والظابط قال له كمان ان اي محاولة هروب هتحاول تعملها هتنتهي بنهاية واحدة بس، رصاصة في نص راسك. وبيدوله الجواب اللي كان معاه وبيتضح ان فيه صورة لجنين خاص بزوجته، وان زوجته هي اللي كانت بعتها له، وقال له ان كل الاطفال اللي بيكونوا دون اب بينتهي بيهم المطاف بالوقوف مكانك، وانت هتفضل هنا طول عمرك ومش هتتمكن من رؤية ابنك او بنتك دي. وقتها بوسكو بيحاول يضربه ولكنهم بيصعقوه بالكهرباء، وبنشوفه هو كان واخد علقه تمام وكانوا بيجرجروه من رجليه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في حبس انفرادي، وبيرجع بالذاكره وبيفتكر امه وهو كان داخل عليها الاوضه وكانت بتقول له ان هي مش عايزاه انه يكون زي ابوه، وقالت له انت ذكي وتقدر انك ما تكونش زيه، وبيحضنوا بعض ونشوفهم بياخدوه وبيرجعوه لزنزانته، وبيمسك الجواب وكان قلقان جدا وخايف يقراه، ويبص يلاقي كاميرا جديده متركبه في الزنزانه ومحطوط عليها شبكه حديديه علشان ما يعرفش يكسرها، وهو كان قاعد بيعمل حمام. الظابط بيقول له بين نفسك قدام الكاميرا، وبيرد عليه بالمايك وبيقول له ان هو معدته مقلوبه ومش هيقدر، وقتها يهدده انه لو ما ورالوش نفسه هيدخلوا عليه زنزانه، فبيضطر انه يمد ايده وبيشوفها على الكاميرا، وقتها بيعرف ان المنطقه دي منطقه عمياء يعني ما فيهاش تصوير. وبنشوفه بعد كده بالليل وهو كان بيخبط على الجدار وكان واقف في نفس المكان وبيكلم زميله اللي في الزنزانه اللي جنبه، وبيقول له انت سامع اللي انا سامعه، لكن زميله بيكون مش مركز معاه. وقتها بيروح ويحط ودنه على الجدار اللي جنب التواليت وكان سامع صوت دال على الحريه على حد وصفه، وبدا يدرس السجن وعرف انه يقدر يسمع صوت حذاء الحارس من على بعد حوالي 15 قدم. وفي اول يوم كان جاي شاف كتل خرسانيه عرضها حوالي 60 سم، بعدها على طول فتحات التهويه على ارتفاع 8 بساط، وده يعني ان الارتفاع هيكون 40 قدم تقريبا. وبيقول بالرغم من انهم كانوا مهتمين بيه جدا وكانت الحراس مهتمية ان هو ما يقدرش يهرب علشان ياخدوا ترقية من المأمور، ولكن يبقى العنصر البشري هم اكثر النقاط ضعف في اي نظام امني، وان السجون ليست مستحيلة الهروب. ونشوفه بياخد الصاعق من الحارس وبيصعقه وبيبص في الكاميرا للمأمور. بعد كده نشوفه يكون بيتكلم في التليفون ولكن مش بيلحق يتكلم لان الدقيقه بتبقى $1. بعد كده كلم المسجون اللي جنبه قال له انه محتاج شويه حاجات وهيديله مكانها اكل، ونشوفهم انهم بيستخدموا الخيوط في توصيل الحاجات دي ببعض، والحاجات ديت تمنها داخل السجن بيوصل
ل10 اضعاف سعرها الحقيقي خارج السجن. ونشوف بوسكو وهو ماسك حجرتين وقلم رصاص وبيحاول انه يشغل الخط المباشر في التليفون اللي عنده في الزنزانه، ولكن في الوقت ده بيمر الحراس وبيرجع التليفون زي ما كان. ولما بيبص بيلاقي في مسجون جديد دخل الزنزانه المقابله ليه، والمشكله انه يقدر يشوف كل حركاته وممكن يقول للمأمور عن اللي بوسكو عايز يعمله. وبيكون بوسكو قدر فعلا انه يحول التليفون على المباشر وبيكلم صديقه في الاول فكره انه خرج من السجن، ولكن بوسكو قال له انه لسه في السجن وطلب منه مساعده انه يروح مخبأ والده القديم، وان لسه في بعض الاشياء هناك ويقدر ياخد اللي هو عايزه منها ويبيعها ويدي كل الفلوس للوري مراته. وطلب منه كمان شفره يحطها له في كتاب ويوصلها له. بعد كده بنشوف صديقه فعلا كان جاب له الشفره، ولكنها كانت مصنوعه من السيراميك علشان تقدر تمر على جهاز كشف المعادن بدون اي مشكله، وبيحطها في كتاب. بعد كده بنشوفه وهو بيكلم زميله اللي في الزنزانه اللي جنبه وطلب منه رقم لفتاه، وفعلا بياخد الرقم من اعلان مكتوب في جريده لفتاه مرهفه الحس وتحتاج لصديق. ونشوفه بالليل بيتصل بالبنت المحترمه دي اللي اخد رقمها وبدا يتعرف عليها، وسالته هل انت اسود؟ فقال لها هل في مشكله في كده؟ والكلام بيجيب بعضه، وبيقول لها ان هو في السجن ومحكوم عليه ب 35 سنه عشان كميه مخدرات قليله، ووالده هو اللي دبسه فيها وابنه اضطر يسمع كلامه، وان في مجرمين معاه في السجن ارتكبوا جرائم ابشع من كده ولكن مده سجنهم اقل بكتير منه. وبدا بقى يشكلها الاهات وصعب عليها وعرضت عليه ان هي تديله اموال علشان يشتري اكل نظيف. بس بيكون الضابط وصل وبيقول لها هكلمك بعدين. بنشوف الضابط وهو كان جايب الكتاب اللي فيه الشفره السيراميك وبيديه لبوسكو، وبنلاحظ ان السجين اللي في الغرفه اللي قدامه بيكون مدمن ويطلب من الضابط جرعه من المخدرات، ولكن الضابط مش بيسمع له. فبيتصل بوالده وبيقول له انه مش هيقدر يعيش في المكان ده وانه لازم يتصرف ويخرجه من السجن لانه لو قعد فيه هيموت. وابوه وقتها بيقفل الخط في وشه وبيكون بوسكو سامع المكالمه، وبوسكو يتصل بمراته ويقول لها لو سمحتي ما تقفليش الخط، وكان بيعتذر لها انه عمل كده وقال لها ان نفسه يكون جنب ابنه او بنته وان ده ما كانش خطأه بس هي بتقفل الخط في وشه. ونشوفه بعدها كان بيتضايق جدا وبيكلم نفسه في المرايه ويجي له الشرطي وبيقول له في حد جاي يزوره، وبيتضح ان هي البنت اللي كان اخد رقمها وكانت بتكلمه في التليفون. وقعدوا يعكسوا في بعض وقال لها قومي بقى كده فرجيني قوامك الرشيق يا غزال انت، وقامت وعملت له استعراض باليه وكانوا عايزين 2 ليمون بالنعناع. وفي وسط الكلام قال لها اتمنى ان اقفز من الشباك واخرج معاكي، وقال لها انت فاهمه كلامي، وادت له شويه فلوس وقدر يسد بيها الدين اللي عليه مع المسجون اللي جنبه. ونشوف وهو كان بيستحمى وبيدخل عليه مأمور السجن بيقعد يقول له كلام وبيستفزه، وفي وسط الكلام بيقول له ان هو زي ابوه مجرم زيه واخرته هيموت في السجن زي ابوه بالظبط. ويتفاجئ وقتها بوسكو ان ابوه مات، والمأمور قال له كمان انت لازم تكون سعيد لان الطفل اللي هيتولد ده هيكون افضل من غيرك، والمفروض ما تزعلش على ابوك علشان هو السبب في اللي انت فيه دلوقتي، والمفروض تكون مبسوط انه مات وبيضربه ويمشي. بعدها يرجع بالذاكره لما كان صغير وبيفتكر لما راح لامه وكان شايل الشنطه اللي ابوه اداها له لما البوليس طب عليهم، وفي وقتها امه ادت له الشنطه وبتطرده من البيت. ونشوفه وهو راجع الزنزانه بتاعته والمأمور بيأمر الحارس انه يفتش الزنزانه الخاصه ببوسكو، ولما بيفتش الزنزانه بيلاقي الكتاب اللي بيكون فيه الشفره السيراميك ولكنه مش بياخد باله. ونشوفه بعد ما الضابط بيمشي بياخد الكتاب ويبتدي يدور على الشفره، وبيبقى قدامه 60 ثانيه فقط لحد ما الضابط يقدر يدخل الاوضه اللي فيها الكاميرات ويشوفه. عشان كده بنشوف بوسكو بيفتش على الشفره بسرعه وبيقطع الكتاب في خلال 60 ثانيه وفعلا بيلاقيها، وبينام بعد كده ويفوق على الحراس وهم بيكتفوا المسجون المدمن اللي قدامه، وبيكونوا بيعملوا كده عشان السجين جات له حاله التشنجات والصرع بتاعه جرعه المخدرات. وقتها هددهم انه هيقتل نفسه، وبوسكو يقول للمأمور انه محتاج لطبيب فيرد عليه ويقول له ان هنا مش مصحة تأهيل مدمنين. وبنشوف بوسكو ابتدى يقطع في الخرسانة بالشفرة في الوقت اللي ما بيكونش فيه حراس، وطبعا اول ما الجرس بيرن بتاع الباب الرئيسي بيعرف ان الحارس جاي فبيوقف قطع، وبيكون بيقطع في السقف من خلف الكاميرا وبيداري مكان القطع ده بمعجون الاسنان. وبعد كام يوم بنشوفه نجح في فتح المكان اللي هيخرج منه وبيطلع وبيمشي داخل فتحات التهوية ومش بيكون سامع صوت العصافير اللي كان سامعها في الاول. واللي بيزيد الطينة بلة انه بيكون المأمور جاي في وقت غير الوقت اللي هو بيجي فيه للسجين المدمن. بوسكو بيسمع وبينزل بسرعة وبيبص للمأمور بيلاقيه واقف وكان متوتر جدا ومش عارف يطلع مفاتيح الزنزانة، فبيسأله ايه اللي بيحصل، ولكنه لما بيفتح الزنزانة يتفاجئ بالسجين وهو موت نفسه. بوسكو لما شافه فقد اعصابه وبدأ يشتم في المأمور وقال له انا قلت لك ان هو محتاج لطبيب وانت السبب، والمأمور كان بيقول له اخرس وما تفتحش بقك، ولكن بوسكو بدأ يلومه، والمأمور كان بيحاول يخفي الأدلة عشان ما يبانش ان هو السبب في موت السجين ده. وكان بوسكو منفعل جدا وتقريبا كل المساجين عرفوا اللي حصل بسبب صوت بوسكو العالي. المأمور يأمر الحراس بتاعه انه ياخد بوسكو ويرموه في حبس انفرادي، وبتدور خناقه ما بينهم والحارس يخنقه ويفقد الوعي. ونشوفه هو مرمي في
الحبس الانفرادي بعد كده بيفتكر وهو كان في عملية تسليم مخدرات مع والده، وكان وقتها مش عايز يكون معاه، ولكن والده بيغصب عليه وبيتقبض عليهم فيها، وكان منفعل جدا وعايزهم يسيبوا والده باي طريقه، وبيقوم من النوم. وبنشوف بقى الوزه بتاعته وهي جايه تسال عليها علشان ما اتصلش عليها بقاله كام يوم، وكان الحارس بيحاول يهديها بالكلام وبيروحها. ونشوفه بعد ما يخرج من الحبس الانفرادي وهو بيكلمها، ولكنها بتكون زعلانه منه عشان بقاله شهر ما كلمهاش، وقالت له ان هي راحت سالت عليه وقالوا لها ان في واحده تانية بتروح له، وبتقفل في وشه وبيتصل بيها تاني وقال لها حبيبه قلبي انت زعلانه مني؟ ده انا مفيش غيرك في القلب. وفضل يثبتها في الكلام لحد ما صدقت وقال لها ان هو عايز يبقى معاها. وبنشوفه بيكون صنع كشاف صغير، وكل يوم بالليل بيدخل في فتحات التهويه اللي في السقف، وكانت اشبه بمتاهه، وكان بيحاول يدور على اي مخرج، وكان بدأ يفقد الامل في كده. وفي يوم كان في فتحات التهويه وبيسمع صوت اقدام جايه، فينزل بسرعه وبيكونوا مجموعه من الجنود جايه تخرج السجين اللي في الزنزانه اللي جنبه، وبيكون مش عايز يخرج، فبيرموا قنبله مثيره للدموع. بعد كده بيدخلوا عليه وبنشوفه قوي جدا وكان بيهاجمهم، ولولا ان عددهم كبير ما كانوش هيقدروا عليه، وبيضربوه بمنتهى الوحشيه. وبوسكو كان زعلان جدا على صديقه لانه هو اللي كان بيوفر له الحاجات اللي بيحتاجها، وكان وسيله مساعده للهرب، ومعنى انه ينتقل من جنبه يعني فرصه هروبه بقت محدوده. ونشوفه كان نايم واليأس متملك منه، وكان بيقول لنفسه ان هو هيتعفن في السجن ومش هيعرف يخرج منه ابدا. وبيدخل فتحة التهوية تاني وبيدوس على حديدة بتوجع له رجله، بعد كده بيضرب بايده من فوق وبيتفاجئ بانه عمل ثقب، ولما بيبص بيلاقيه مخرج بيوصله بغرفة، وبيكون سعيد جدا وقتها. وبيلاقي شباك في الغرفة دي، ولما بيبص منها بيلاقي موجود جنينة كبيرة جدا تبع للسجن، وبيكون واقف وبيتفرج على الطيور وكل حاجة حواليه، ويحس وقتها انه قريب جدا من الحرية. ولكن ده متوقف على المرحلة الأخيرة من خطة الهروب اللي لو فشلت المأمور هيقتله زي ما قال له. نشوفه وهو واقف وبيسمع صوت باب السجن الرئيسي بيفتح، والحارس بيدخل وبيبص عليه وبيقول له انت واقف في وقت متأخر كده ليه وما نمتش؟ رد بوسكو وقال له انا مستني عشان ارجع للمنزل. وقتها الحارس بيضحك عليه وبيستهزأ بيه وما كانش مستوعب انه بيتكلم جد. وبنشوف بوسكو الساعة 3:15 الفجر كان واقف في الشباك اللي في الغرفة ومستني الوقت المناسب. والمشهد يروح للحارس وهو كان قاعد في المكتب وبيتابع زنزانة بوسكو على الكاميرات، وبيشوفه وهو نايم في السرير. بعد كده بيطلع الصور الخاصة بجنين بوسكو وبياخدها وبيخرج من المكتب. وبنشوف حبيبة بوسكو كانت مستنية في العربية، وبيكون باب السجن الرئيسي بيفتح والحارس كان رايح لزنزانة بوسكو. وفي نفس الوقت بوسكو بيعمل حبل ينزل بيه باستخدام البطانية، وكمان بيستخدم الشفرة السيراميك اللي معاه علشان يقص بيها الشباك. وبيكون الحارس وصل للزنزانة فعلا، والناحية التانية بيكون بوسكو رمى الحبل وبدأ ينزل ولكن الحبل بيتقطع وبوسكو بيقع. ونروح للحارس وكان بيصحيه ولكنه ما كانش بيرد، وبيكون في الناحية التانية وقع على الديسك بتاعه والأمبولة اتشخربت وبيكون اتكسح، بس بيدوس على نفسه ويقدر يقوم ويروح للعربية. ولكن بقى غدر النسوان بيشتغل، والمزة بتكون مسجرة العربية ومترددة وعايزة تمشي، بس في الآخر بيكون قلبها حن وأخدت بوسكو. والناحية التانية نروح للحارس وبيكون داخل الزنزانة وبيصحي بوسكو علشان يديه الصور، وبيتفاجئ انه مش موجود. ونسمع صوت الراديو بتاع البوليس وهو بيبلغ الدوريات البحث عن بوسكو. والمأمور بيكون في بيته بعد ما عزلوه عن عمله بسبب السجين اللي مات، وسامع الراديو ومندهش باللي عمله بوسكو. ويكون بوسكو راح لمكان امان وبيتكلم في التليفون مع والدته ويطلب منها ان هي توفر له وسيلة نقل لولاية ميسوري، ولكن والدته بدأت تحبطه بكلامها ويقرر انه يقفل السكة وما يكملش معاها كلام. بعد كده بيقول للبنت اللي معاه انهم لازم يفترقوا عشان هما كده ملفتين للنظر واي حد يقدر يتعرف عليهم بسهولة، علشان مش من الطبيعي ان رجل اسود يكون مع بنت بيضة وان هما كده هيمسكوهم بسهولة. وقتها بتقول له انا لو اتمسكت هقول لهم الحقيقة وان انت بريء. فبيقول لها ان الناس دول مش بيفهموا الكلام ده، وان هما شايفينه بطريقة غير اللي هي شايفاه بيها، وانت مسيرك في يوم من الايام هتلاقي شاب تاني غيري وهيشوفك بنفس الطريقة اللي انا شايفك بيها، هيشوف روحك الحقيقية وبتودعه ويمشي. ولما بتروح بتشوف والدها بيكون زعلان من التصرف بتاعها وبيحاول يضربها، وفي الناحية التانية بتكون مراته في الوقت ده بتولد، والبوليس بيكون عارف مكانه وبيروح له. وبنشوفه بيكون مستسلم جدا بعد مكالمة امه ليه، وبيفضل نايم لحد ما البوليس بيمسكه تاني. وتمر 5 سنين وهو في السجن، ونشوف والدته كانت معاها بنته وبيزوروه في السجن، وبيكون ناوي انه ما يهربش تاني ويقضي فترته ويخرج لبنته مهما طالت. ويخلص فيلمنا على كده. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتبصوا على الملخصات اللي فاتت وتتابعوا الملخصات الجاية. اشوفكم في ملخص جديد قريبا، الى اللقاء.